الحمام المحشي كما يجب ان يكون. النهارده بقى هعمل معاكم فراخ محشيه وحمام محشي، احلى اكله تقريبا المصريين بيحبوها بعد الملوخيه والمحشي. انا بعمل الحمام خطير خطير خطير، حاطه اضافات خالص، يعني ما بحبش الاضافات الكتير في الاكل التقليدي. يعني خليني اقول لكم ان الاضافات الكتير في بعض الاكلات بيضيع طعمها اصلا. من ضمن الاكلات دي الحمام المحشي، يعني اخره ملح وفلفل اسود وسمنه بلدي كده عشان يطلع الطعم بتاع زمان. عايزين تجودوا زودوا شويه قرفه، اكتر من كده صدقوني طعمه هيروح منكم. وطبعا البصل يعني، بس انا بتكلم على الاساسيات. اول حاجه هتغسلوا الفراخ بتاعتكم والحمام كويس جدا بملح ودقيق وليمون بقى، وتشوفوا بقى بتغسلوها ازاي. طبعا في ناس ما بتغسلش الفراخ وده الصح، لكن الحمام هيبقى صعب، لازم تغسلوه. يبقوا عقموا المطبخ كله بعدها، بس حمام صعب. نغسله ونعقمه عادي، بس ما نغسلوش خالص، دي انا على الاقل ما اقدرش. فيلا بينا نبتدي في الطريقه. ولازم لازم لازم تجربوا الحمام المحشي بطريقتي، عشان دي احلى طريقه هتعملوها في حياتكم للحمام المحشي وللفراخ المحشيه. يلا بينا. الحمام بتاعنا اهو، تقولوا للراجل بقى الفرارجي ان هو يصفقه لكم. وطبعا هتلاقوا كام واحده كده جلدتها مقطوعه، ده طبعا مش مني، هو اللي قطعهم. قولوا له اوعى تقطع الجلده يا اما مش هناخد منك الحمام. دي بقى فراخ حشو صعيدي، بتقولوا للراجل الفرارجي كده عايزين فراخ حشو صعيدي. هو طبعا المره دي جابها لي كبيره، يا لهوي الميه وقعت. المره دي جابها لي كبيره، بس هو انا عاده بجيبها صغيره جدا، من 700 جرام ل 800 جرام، بتبقى خطيره كانكم بتاكلوا حمام بالظبط. اول حاجه بقى هنقطع الكبد والقوانص والقلب صغير كده، عشان لما نيجي نحشي الحمام والفراخ يبقوا صغيرين كده في الحشو. القلب فيه حته بتطلع كده، بصوا دي ما طلعتهاش، بنفتحه كده بنطلع كده لازم القلب اللي جوه ده. نقطع البصل بتاعنا ونفرمه في الكبه عشان يبقى حاجاتنا كلها جاهزه. نبتدي بقى ايه، نحشي الفراخ والحمام بتاعنا. يعني نحط قدامنا الكبد والقوانص والبصل والسمنه البلدي والملح والفلفل الاسود. انتوا طبعا ملاحظين ان مهما اعزل مهما اروح في اي بيت متمسكه بالحله دي ازاي. احلى حله بالنسبه لي. معلقه من الزيت ومعلقه من السمنه البلدي، وابتدي الاول اشوح القوانص عشان تاخد وقت في الايه، في السوا، لكن الكبده بتستوي بسرعه قوي. طبعا مسيحه في البيت مش جايباها جاهزه. هتقولوا لي بقى بصوا ترميله ايه، ريحتها بتحسسني ان انا عايزه اكل كحك حالا بجد. هقعد بقى اشوحها بقى. نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. النار عشان مش عاليه فنزلت ميه كتير، فانا قللت الميه دي في الحوض ورجعت حطيتها على البوتاجاز تاني. هنزل بقى دلوقتي الكبد. هغسل بقى الرز بتاعي واصفيه كويس. بعد ما شوحت الكبد والقوانص بقى دلوقتي نطلعها. نفس الحله دي بقى هروح نازله بمعلقه من السمنه البلدي ومعلقه من الزيت، واروح منزله بقى البصل يلم لي البهاريز دي كلها. واخد بقى من طعم الكبد والقوانص ويتشوح بقى خالص. هنزل بقى بمعلقه من السمنه البلدي، معلقه من الزيت. هقلب بقى واخلي البصل يلم لي البهاريز بقى اللي في الحله كلها. دلوقتي هنلاحظ ان لون البصل هيبتدي يتغير عشان هو بيلم. شايفين كل اللي تحت ده هيلمه، شايفين بيلم وينزل، فبندي بقى للبصل طعم خطير. الخطوه دي بقى بتودي طعم الحشوه في حته تانية خالص. الرز بتاعنا بعد ما غسلته كويس وصفيته كويس هروح نازله عليه بقى بسمنه بلدي مش متسيحه، عادي زي ما هي كده، وملح وفلفل اسود. نفركهم بقى كده مع بعض كويس بايدينا طبعا مش بالمعلقه. نفرك الرز مع السمنه مع الملح والفلفل الاسود. احلى رز هتاكلوه في حياتكم. كده يكون الرز بتاعنا جاهز على جنب بقى نشيله. نقلب بقى في البصل ما ننساهوش، بس هو لسه قدامه شويه يعني، النار بس مش عاليه. هنزل بقى بالرز بتاعي. قدامكم حاجتين، يا اما كنا ننزل الكبد والقوانص دي بعد البصل، بس انا صراحه نسيت، مش عارفه نسيت ازاي، يا اما دلوقتي ننزلها برضو عادي. مش هتقول لا يعني، بس هو الصح ان احنا ننزلها بعد البصل. لازم نتاكد ان هو متقلب كويس قوي، اللي تحت ايه طالع لفوق واللي فوق نزل لتحت وكله متجانس مع بعض كويس. لسه في شويه بصل طالعين ليهم. دلوقتي انا هحط يعني تقريبا
يعني على حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها، بس هنحط حاجه بسيطه جدا 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 من الميه المغليه عشان تدخل الرز في سوا، يعني تدخله ما تسووهوش عشان ما يبقاش عجينه. وغطي كده، بمجرد ما هتغلي خلاص مش هسيبه بقى يغلي كتير. ليه بقى؟ عشان انا مش عايزاه يبقى عجينه. تمام؟ يبقى احنا حطينا بس شويه من الميه المغليه وغطينا. اول ما هنلاقي الرز بيغلي كده هنبتدي نحشي بقى على طول الفراخ والحمام بتاعتنا. نشمر كده. الراجل عامل لنا هو الرقبه كده، هو اللي مسفقها، او انتوا لو هتعرفوا تعملوها اعملوها يعني بايدك بقى كده، وابتدي دخلي من الزور كده. ايه، نقعد ندخل في كده. في طريقه تانية ان احنا نخش من عند الصدر برضو، من عند الصدر هنا كده ونروح مدخلين، سواء من عند الصدر او من عند الزور، الاتنين هيودوا لنا يعني ايه الحشو في نفس المكان. اول حاجه هنتاكد ان الايه الجلد متصفق كويس. لو حسينا ان هو في حاجه بالراحه كده نروح فاتحينها. بصوا عشان يبقى من جوه مفتوح للحشو كده. ده في حاله ان انتوا ايه، ونحشي بقى اهو من جوه هنا كده اهو. ونبطط كده. بصوا كانت نفس الطريقه لو حشينا من عند الزور، هي هتنزل برضو على الحته دي، فاللي انتوا اسهل ليكم اعملوه. نيجي بقى عند حته القفله دي، هو الراجل بيبقى فتح لنا حته هنا كده من تحت. لو انتوا مش فاتحينها، لو هي مش مفتوحه افتحوها انتوا. نروح مدخلين من هنا كده اهو، نفس الفتحه دي تروحوا مدخلين فيها الحمامه كده بس. اهم حاجه نشيل الرز من عليها كده ونبططها كده، عشان لسه الرز هيكمل سوا، فما ينفش ما يفرقعش الحمامه معانا. بس كده. بصوا بقى، دي الحله بقى اللي هسلق فيها الحمام. فيها بصل وحبهان وملح وفلفل اسود وورق لورا ومرقه وكل حاجه تمام. هحشي بقى الحمام تكون الايه الشوربه بتاعتي غليت وجاهزه. عايزه اقول لكم على حاجه برضو، لو اضمن يعني، لو انتوا ناويين ان انتوا تحشوا من جوه، حطوا هنا بصلايه صغيره، دي احلى حاجه للحمام المحشي اللي عايز يحشي من جوه. هنا نسقط الحمام بقى على ظهره. في الحمام هنعمله بالظبط في الفراخ. هنتأكد بس الأول كده بالراحة. خدوا بالكم من جلد الفراخ رقيق جدا وبيتقطع بسرعة جدا. بالراحة كده دخلوا صوابعكم وتأكدوا ان انتوا عشان لما تيجوا تحشوا هيخش هنا. نحشي بقى الرز وندخل رز وندخل. لازم بقى الرز يبقى واخد شوية مية مغلية كده زي ما وريتكم، عشان الفراخ دي ما بتقعدش على النار خالص، فالرز مش هيبقى لحق استوى. لو عايزين تحشوا البطن من جوه هتعملوا خرم انتوا من هنا كده، او تقولوا للراجل يعمله لكم اهو، وتروحوا نفس الحكايه مدخلين رجل الفرخه اهو، الرجل التانية اهي. بصوا لما تلاقي الحمامه لسه بتشد جامد كده، يبقى هي كده لسه عايزه سوا تاني. بصوا مش بتتعمل معاكم على طول. خلاص كده الحمام بقى خلص، هطلعه. بصوا اوريكم بقى الفرق دلوقتي لما نعمل كده. شايفين اتقطعت معانا على طول ازاي؟ كده يبقى استوى. هو الحمام تقريبا بياخد من ساعه الا ربع لحد ساعه. بعد ما خرجنا كده الحمام نروح بقى ايه منزلين الفراخ عادي في نفس الشوربه، مش موضوع. او لو انتوا عندكم وقت يعني صفوا عادي الشوربه وبعد كده حطوا مكانها الفراخ. بس طبعا مفيش وقت، خلاص الاذان قرب، فانا هحطها كده. نبتدي بقى دلوقتي نحمر الحمام بتاعنا. سمنه بلدي حلوين بقى كده وايه، وممكن ندهنه لبن. انتوا عارفين كده ممكن تدهنوا وشه لبن او زبادي، برضو بيخليه بيلمع بيبرق كده في الطاسه. بصوا بقى انا هحط عليها لبن من على الوش كده، بتديها لون خطير واحنا بنحمرها في القلي.
بصوا بقى، مش بنقلب الحمام غير لما ياخد لون حلو، يعني ما تقعدوش تهربدوه، يعني ادوله وقت في التحمير وايه، وسيبوه ياخد وقته كده، يعني ادوله وقت في التحمير كده ايه، ودلعوه كده، مش عايزين هربده للحمام، ياخد وقته كده ويتحمر براحته وياخد لون خطير كده وايه بهدوء. فين اللون الخطير اللي اتعمل من اللبن. نملح بقى ونفلفل. شايفين الحلاوة ولا مش شايفين؟ حلاوتك 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 يا جماعة، بعد اذنكم اعملوا الحمام بطريقتي في اسرع وقت ممكن، عشان بجد هيفوتكم، خطير خطير خطير. القصة في الفراخ بقى، نشوفها كده استوت ولا لا، هي طرية واستوت. بصوا شايفين بيضتها بتتشاف بسرعة ازاي. هطلع بقى الفراخ خلاص بعد ما استوت. ما شاء الله، الله اكبر. لو قعدت الفراخ اكتر من كده لازم هتفرقع. هحمر الفراخ بقى زي ما حمرت الحمام بالظبط، نفس التكنيك نفس كل حاجه، وحطيت برده على الوش لبن، وبرده حمرت بزيت وسمنه، كل حاجه هي. هملح وافلفل الفراخ برده. هستنى رايكم واسئلتكم في الكومنتس، وهستناكم تجربوا الفراخ والحمام المحشي، بجد بجد هتعجبكم جدا جدا جدا. بحبكم قوي قوي.